الإخوان لحماية قصره في هذا التوقيت، ما حقيقة ذلك؟ يعني إذا كان شباب الإخوان جم لكي يموتوا، أنا شاهد أن الرئيس مرسي طلب من الإخوان البعد عن القصر الجمهوري، بس كان هذا في أعقاب الأحداث، لأنه بناء على مقولة الرئيس الحرس الجمهوري والسيد وزير الدفاع أن حماية القصر متعذب في ظل وجود أنصار للرئيس حول القصر، فكان يطالب الإخوان بالبعد عن إخلاء المكان. أو قال إن هو هيطلب من الجماعة إنها تبعد عنه. يعني أنا أقول لحضرتك على مناسبة هذا اللقاء وسببه. تفضل. كان في أعقاب الإعلان الدستوري، وكنت أنا قد عبرت عن رأيي وأنا وزير في وزارة الدكتور هشام قنديل عن رفض الإعلان الدستوري، وكان مجلس القضاء الأعلى أعرب عن رفضه للإعلان الدستوري، والسيد الرئيس بدأ يقتنع، ودعينا للقاء في القصر الجمهوري. حضروا مجلس القضاء الأعلى وقال طلعوا البيان الذي تريدون في تصحيح وتصويب الإعلان الدستوري اللي هو بتاع ديسمبر. وبالفعل قام المجلس القضاء الأعلى بصياغة البيان، وكتبوا أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، هو ما كانش له شأن، وهو قال للمتحدث باسم القصر الجمهوري اعلن ما تريد. في هذه الفترة أنا كنت متجاوز شوية عن طلب المجلس، وقلت له سيادتك ما تقول أنا لغيته، فقال لا أستطيع أن ألغيه الآن وقد سالت دماء بسببه، سالت دماء الجماعة، فهو قتل الأحداث الاتحادية في نظر الرئيس هم أنصار هم الإخوان. طيب، هو هنا سؤال قانوني حتى سيادة المستشار، عفوا لاني اقاطعك، لكن سؤال قانوني. يعني لماذا لم تدرك جهات التحقيق قتل الإخوان الثمانية في هذا القضية واكتفت بقتيلين فقط، وجهت الاتهام كان بقتلهما او التحريض على قتلهما للرئيس المعزول و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني اين بقية القتلى سيادة المستشار؟ هذا يدل كما قلت لسيادتك انها قضيه سياسيه محضه، سياسيه من اولها الى اخرها. وهي فرصه اولا للرئيس وانتهازها وادى ما عليه من اثبات صموده، لكن اتمنى ايضا ان تكون فرصه للقوات الانقلابيه او للسلطه الفعليه القائمه في أن تراجع موقفها، وأن تدرك أن حماية القصر دي مسؤولية الجيش، مسؤولية الحرس الجمهوري، أحد أسلحة الجيش زي الطيران والدفاع والمدفعية. الحرس من الذي أصدر قرارا بقتل المتظاهرين أمام نادي الحرس الجمهوري، في حين القصر الاتحادية هذا مقر القيادة، مقر قيادة الحرس الجمهوري نفسه. وانا عايز اقول لحضرتك ان المسائل كانت الانفلات الامني وبسبب تقصير من الحرس الجمهوري ومن وزارة الداخلية جعلنا لا نستطيع ان ندخل الى القصر الجمهوري الا من باب الحرس، نسميها البوابة رقم 5. يعني وكأنك تقول أنك تحمل المسؤولية لو حتى حدث قتل، تحمل المسؤولية للحرس الجمهوري بما أنه هو المنوط به حماية القصر الرئاسي. الحرس الجمهوري وقيادته بما في ذلك السيد وزير الدفاع نفسه. نعم. طيب. هو مسؤول عن أن جيش مصر يبقى قادر على أداء مهامه. طيب، يتبقى لي دقيقة واحدة سيادة المستشار قبل أن أختم مع سيادتكم. يعني سيناريوهات القضية، هذه القضية كيف تتوقعها سيادة المستشار؟ ستحل حلا سياسيا، ما فيش حل لمشاكل مصر
إلا إن الكل يتوقف لحظة، يعني بحيث إنه استمرار الأوضاع على هذا النحو يعني معناه قضاء مبرم على مكانة مصر سواء في العالم أو مكانة الجيش المصري في الداخل وفي الخارج ومهامه. يعني هذا الجيش المتفق